said, he who says he can and he who says he can't are both usually right. Being realistic is the most commonly traveled road to mediocrity. Why would you be realistic? What's the point of being realistic? Just put up a barrier. Yeah, I'm going to do it. It's done. It's already done. The second I decide it's done, it's already done. It's right. Now we just got to wait for y'all to see. It's unrealistic to walk in a room and flip a switch and lights come on. That's unrealistic. Fortunately, Edison didn't think so. It's unrealistic to think you're going to bend a piece of metal and fly people over an ocean in that metal. That's unrealistic. But it just seems like such a ridiculous idea to me to embrace. وخلفت كان قدامنا محل ب5 بيبان، وانا واقف كده اقول يا رب 100,000 جنيه ومحل البرنسيس. كان الحاج عبد الفتاح ابو شليب يقول لي طب مش اللي يطلب حاجه معقوله؟ اقول له الطموحات ملهاش حدود، وبعدين عنده خزاينه ملهاش حدود. فكانت تطلع مني كده في اليوم مرة واثنين وثلاثة 100,000 جنيه ومحل البرنسيس. وبعدين جه محل البرنسيس باعه لواحد اسمه الشهاوي، قال لي هتقول ايه بقى دلوقتي؟ قلت له ابدا 100,000 جنيه ومحل الشهاوي. وبقى عندي محل 5 بلاد زي المحل اللي كان بتاع الشهاوي. فجه زارني الحاج عبد الفتاح ابو شليب وقال لي يا محمود قلتها وربنا نقولها لك. قلت له انا بقى يعني انا عشم في ربنا كبير. قد ايه يعني؟ فمن ما كنا في الكليه عادل امام بيقرا في احلامه كانه يقرا في كتاب مفتوح المستقبل. والمستقبل بيد الله. بيقرا احلامه. بيقول احلامه يعني. ارهاصه رهيبه وغريبه جدا لو تسمعها حضرتك النهارده، كانه كان يقرا في كتاب مفتوح ما سيحدث، انه هكون اهم ممثل في مصر، افضل ممثل في مصر، ستكون العلاقه بينه وبين الناس مفتوحه بلا حدود، وتفاصيل اخرى. بص على يأسك وخلي عندك ثقه في ربنا وما تستسلمش لاي كلمه. انا قلت ده في اول حلقه، انا خسرت اصدقاء فقط لتصديرهم كلمه مستحيل ليا، ما عرفتوش تاني. يعني مش كل الحاجات ما فيش منطق بيقول ان، ولكن احنا غيرنا المنطق وغيرنا الواقع. ان محمد رمضان صور، بص يعني ما تشوفوا النظره من هنا، ان محمد رمضان شويه صور محطوطه فوق سرير بسيط جدا جوه منطقه اسمها الأصابجي جوه المنيب في ضواحي الجيزه، حول الصور اللي فوق السرير لعربيات مركونه قدام بيتي كلها. مفيش مستحيل في العالم، عربيات كنت ما احلمش اشوفها في الشارع المصري. كنا في وسط البلد مستنيين مخرج قدام مسرح وفلوسنا خلصت ومروحين ماشي من وسط البلد للجيزه. هو كان ساكن في حته منطقه اسمها ساقية مكي وانا هكمل على رجلي للمنيب. فاحنا ماشيين بص كده على عربيه BM 700، قال لي يا رمضان مش نفسك تركب عربيه زي دي؟ قلت له لا. قال لي ليه؟ قلت له في منها كتير مش عايز اركب عربيه حد راكبها وانا ما فيش في جيبي شلن. حصل ذلك لان انا عندي يعني مش فكره عندي رؤيه وبضرب الودع، لا هي فكره طموح. احلم. وبقول لكل شاب محبط دلوقتي قاعد حاطط ايده على خده وحاسس ان الدنيا، احلم وقوم اتوضى وخلي عندك. من صغري كنت شايف وانا بلمس النجوم، ولا عمري كنت خايف كل ما اقع بقوم، وحلمت بالبطولة جايلك يا صفوف يا اولى، وادي حلم الطفولة اهو اتحقق. من يومي واخد قراري هفرد جناح اطير، بكرة هركب فيراري وهكون من الاساطير، وحلفت لا يعرفوني وهغني ويسمعوني، ويكون لي في كل شارع صورة بالحجم الكبير. ومدور على البداية ولا تزعل على اللي راح، واللي يقولك كفاية رد عليه بالنجاح. طوبة حدفتي بيها اكبر وقف عليها، شمسك اول ما تطلع هتلاقي التلج ساح. حتى نزلت اشتغلت وانا صغير، اشتغلت حاجات كتير، وطبعا للاسف
اشتغلت في سوبر ماركت، اشتغلت خدت مثلا يعني كان واحد صاحبي بابا عنده محلات برفيومز وكده، برفانات وحاجات كده. كنت باخد منه شويه في شنطه وانزل ابيعهم في الشارع عشان لازم ارجع البيت معايا فلوس يعني، لان امي كانت عذاب ليل نهار. لما والدي سابنا مفيش حد بيصرف علينا، مفيش اي حاجه، واخويا من ناحيه وانا من ناحيه. اشتغلت في بنزينه يعني، اشتغلت حاجات كتير يعني اشتغلت فاعل يعني في مره او مرتين ما كنتش عارف اعمل ايه، فدخلت في عماره بتتبني وقلت لهم انا ممكن اساعدكم بس ادوني فلوس وانا ماشي وكده، يعني لازم ارجع البيت معايا فلوس لامي يعني. عملت كده واشتغلت فاعل تاني، كنت متبرع عشان كانوا بنبني جامع. هو الحقيقه اللي ممكن افتكره من المدرسه كان في دايما جمله بتضايقني كده، يعني اللي ما جابش مصاريف يطلع بره، فكنت دايما ببقى انا لوحدي طالع بره. طبعا على قد ما انا طفل يعني ما بزعل وبعيط وبروح البيت طفل مش فاهم يعني. بس عايز اقول، انا قلت اللي يسمعوني دلوقتي يركزوا يعني في قيمة عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في قيمة في كلام ربنا الجميل. التعب والمعاناة اللي انا شفتها وانا صغير هي اللي عملتني ناجح وفنان وراجل. سيبك من فنان عمرو، انا اتكلمت معاك في موضوع قبل كده زمان، ناس قالوا عليا مجنون في حاجه كنت بتكلم فيها فعلا، انك تؤمن بحاجه تبني علاقه بينك وبين الشيء الكويس بيجي لك. والله حصل معايا يا جماعه، والله العظيم حصل معايا كده. ده حصل في حوار لينا قبل كده. انت على يدك، انت تعرفني وانا عندي 10 سنين. صحيح. وكنت الطفل اللي انت عارفه، الفقير اللي نفسه حد يسمعه، اللي هو يعني في حاجات كتير حصلت تتجمع، يبقوا قاصدين يتكلموا في حاجات ايجابيه عشان تجيلهم. ما هو يا جماعه انا عن تجربتي الشخصيه، انا كنت بحب حاجات ايجابيه كتير وانا صغير ومركز فيها. من كتر ما مركز فيها، في منهم اللي جالي بمجهود وفي منهم اللي جالي من غير ما اعمل حاجه. لكن عمرك ما فقدت الامل. اقول للشباب يعني الفكره حلوه قوي، فكره انك انت بتبقى حاطط في دماغك هدف، والهدف ده عايز توصل له بجد. يوم ما بتحط الهدف في دماغك وعشان توصل له بتلاقي ربنا باعت لك ناس يساعدوك، اللي هي فكره قانون الجذب. يمكن الجماعه الخواجات ما بينسبوهاش لربنا سبحانه وتعالى، بينسبوها للظروف، للقدر، للحاجات دي، لكن احنا This is when you were broke and poor. You know, right, having directors interested in me and people that I respected saying, you know, I like your work or whatever that is, and I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85, yeah. And I had nothing at that time, so it was like, but it just made me feel better. It made me, at that time, all it really was for me was kind of making me feel better. I would drive home and think, well, I do have these things, and they're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. Okay, so you would get this from what, self-help books or whatever? Yeah, yeah. Self-help section. Self-help section. They've renamed it the Jim Carrey wing. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million
for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff, but then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Champion Conor McGregor. Conor, you've been dreaming about this moment. You've been talking about this moment. Honestly, though, does it feel the way... بيخليك تفكر كتير وانت بتلعب؟ انا مؤمن جدا بلو اوف اتراكشن، قانون الجذب. انا يعني طالما الواحد مركز على حاجه معينه، انك لو انت مركز على حاجه معينه مفوكس في حاجه معينه، لا هتحصل حاجه كويسه او وحشه يعني. فانا مؤمن دايما بحاول ابعد تفكيري شويه عن ازاي تبقى مفوكس في حاجه واحده وتحصل، سواء حاجه وحشه لان ده انا حاجه مش عايزها، لو حاجه كويسه بفضل مركز عليها عشان تحصل. طب ده انت كده بقى بتركز انك تجيب جون، فبتجيب جون. اكيد. كان نفسي اعيش طفولة من صغر سني، بشتغل بتنطط من شغلة لشغلة لحد سن الفحولة. ما انا اصل عيلتي اتفككت بدري ومش بيدي، عشت فيلم دراما طويل خدت فيه دور البطولة. بقيت راجل البيت عندي 12 سنة، يا رب قدرني اوري امي الهنا. شغلي في طفولتي نشف لي عظمي تمام، تشهد نوادي الفيديو سوق القلعة والحمام. سوق الجمعة اللي اتعلمت رزقه اتقطع او رزقها اتصب مرض مش قدها. ودعت ناس من كل قلبك كنت تحبها، في دول مسير مش بيدك ولا بيدها. كل اللي في ايدك تسعى وتدعي ربك فكها، هو الوحيد اللي في ايديه مفتاحها وحلها. مش ممكن ابدا هيضيع جهدك او جهدها، ولو حسيتها قفلت وهمومك كترت عليك ما تقولش ربي غضبان، يمكن من حبه فيك. قفلها جامد عاوزك تفتكره اصلك نسيت، لو مش بيحبك كان سابك ما كان خلاك صحيت. عاوزك ترجع لاصلك وحشته وتقول يا رب، ربك عظيم مجيب كريم ما بيرفضش الطلب. بس انت روح له خطوة هيجيلك خطوتين، خلق مفهوم الرحمة واسمه رحمن رحيم. كله بيعدي العمر بيجري اسرع من نسيم، سلم له امرك وتوكل وارضى هتدوق نعيم. بدأوا يلاحظوا اغلى لو فاكر حلمك بفلوس، احلم واعمل واصبر واتقل مهما كان الحلم بعيد. راح يجي يوم وتحقق حلمك، الاحلام ملهاش مواعيد. مين قال يا ابني احلم على قدك، خلي الحلم ملوش حدود. اوعى حلمك بس يشدك يبعد بيك عن كل وجود. في اللي بيرضى بالموجود ويعيش ولا بيهمه الامر، واللي بيحلم بالمفروض بس ملوش على حلمه الصبر. واللي يصر يحقق حلمه حتى ولو ينحت في الصخر. في اللي حلمه ابتدى بسجاره كلنا عارفين ده بيحشيها، يقعد يحلم بس خساره يخلص حلمه ما يطفيها. في اللي بيحلم يبني يعمر، واللي في حلمه نفسه يهد، واللي في حلمه عامل عنتر، واللي يخاف من حلمه بجد. عجزت كبرت انا لسه صغير، لا انا ست ما تحلم انت، اصلي ضعيف واكيد مش هقدر، سيبني في حالي ما عنديش واسطه. دي حاجات بنقولها ولا نفكر، وحاجات باينه كلها واضحه. لو هتحاول مرة تجرب أحلامك هتشوفها العين. أحلام صاحي وأحلام نايم، أحلام وفي كلتا الحالتين. بعقود لمدة 5 سنين، فالمنتج متباع لمدة 5 سنين، فمضمون بنسبة 100%. فبدل ما ادخل بمبلغ قليل، لا، كل الفلوس بقى اللي كنت محوشها واخدت فلوس من والدي ومن اعمامي ومن قرايبي ومن اصدقائي عشان ابدا كبير وابدا اكسب كويس ويبقى ليا مقعد في مجلس الاداره. اللي حصل بقى ان كان في حاجات مش حقيقيه في الموضوع، وحصل شويه حاجات مش مظبوطه، ورئيس مجلس الاداره هرب وباع الارض من ورانا. المهم في الاخر فجاه فوجئنا ان كل ده طار وهو هرب، لغايه النهارده مش عارفين هو فين. حضرتك وانا اللي في وش المدفع، والناس بقى كلها اللي كانوا يظهروا ان هم اصدقائي بانوا على وشهم الحقيقي. فكانت ضربه، يعني اذكر ان انا صحيت من النوم كده مفاجئ ان انا عليا مبلغ بكذا مليون وانا ما عنديش مصدر دخل اصلا. تخيلي شاب كده لسه بدايه حياته عليه كذا مليون وقضايا وشيكات، ويعني كان في شيكات اخذت احكام غيابي حتى من غير ما حد يجي لنا البيت. ولحظه حتى يعني وصلت لمرحله هو في اله بجد؟ طب انت ليه بتعمل فيا كده؟ طب انا اصلا كنت دارس في الازهر ودارس دين وحافظ نص القران، طب ليه في ايه؟ وكنت حاسس
احلم اكتر واوعى حلمك يبقى كابوس، احلم قبل الحلم. وجعتني قوي يوميها، كنت قاعد اعيط في التوقيت ده لما فكرت في الانتحار. كان فرح اختي وما كنتش عارف انزل الفرح، وانا اخوهم الكبير، انا اول العنقود يعني. فاللي حصل بقى ان انا سمعت وهم في الفرح حد من الاصدقاء اللي يعني كانوا بالنسبه لي فيهم اصدقاء وقرايبنا بس من بعيد، قام مصور القضيه بصوره البطاقه حوالي 500 نسخه ورميينها على كل المعازيم في الفرح. ففي التوقيت ده كان بالنسبه لي يعني كان اكتر موقف مؤلم في حياتي. طبعا ان انا حسيت ان انا كمان بقى مش انا اللي في مصايب، بقى انا جبت العار لاخواتي ولعيلتي والناس كلها، بقى النصاب الحرامي يعني حتى ما فيش مراعاه لاي مشاعر ولا حتى حد يتاكد ولا يسال. ففي اليوم ده اقسمت ان انا هخليهم كلهم يندموا وهيعرفوا قيمه الشخص ده، وكل انسان اتكلم عليه كلام سلبي في يوم من الايام هيعرف الحقيقه وربنا هيخليه وهيبقى بيحاول يوصل لي مش عارف. يعني اكيد ده بيحصل دلوقتي. طبعا الحمد لله حاصل دلوقتي. انا اذكر كمان يوميها ان انا غمضت عيني، وفي التوقيت ده ما كانش لسه حد يعرف انا مين اصلا او احمد عماره ده ايه، فكنت مغمض عيني وشايف نفسي ناجح وكبير جدا والناس كلها عماله تستفيد وانا معروف وبطلع في التلفزيون. وبعد كده تخيلت ان انا عندي حلقه في التلفزيون وحد بيتصل يقول انت يا عم انت تلاقي نفسك مولود عندك معلقه ذهب، ولا انت كده اصلا رايق ما شاء الله، ولا عايش في كذا كذا كذا. قمت مفتح عيني، ايه ده؟ طب ما اصور نفسي دلوقتي بسرعه عشان لو حد بعد كده سالني اوري له الصوره. رحت خارج من الخيال وقايم جايب الكاميرا ومصور صورتي بالحبوب، وانا بصورها كنت عارف ان في يوم من الايام هتكلم وهطلع في التلفزيون واحكي القصه وانزلها في الصوره دي. ان انا كبني ادم طريقه تفكيري بتعمل صور ذهنيه جوايا وبتعمل مشاعر. لاحظوا ان لما انسان بيكون جواه صوره ذهنيه ومشاعر، بعد فتره الحاجه اللي كان بيفكر فيها او عملت له مشاعر اما سلبيه او ايجابيه حصلت في حياته، فاطلقوا عليها مجازا جذبت الى حياته، حضرت الى حياته. بعض الناس يقولك تجلت في حياته. فدي كلها مسميات للقانون اللي بنتكلم فيه، اللي هو ايه؟ قانون ان اللي انت، وركزوا معايا في المصطلح ده مهم جدا، اللي انت بتستحضره في ذهنك من صور ذهنية يصاحبها مشاعر جسدية تقع وتصبح الواقع بتاعك. يعني الواقع هو وقوع ما كان في ذهنك من صور ومشاعر يوما ما، مع بعض القوانين المعينة لما تعملها تقع. ففي قوانين لما اكتشفناها بقى بتخلي الواقع يقع أسرع أو ما في الذهن يقع أسرع، واللي بيدرس القانون ده بيقدر يوقع ما يريده بصورة رائعة جدا. اللي مش درسه للأسف ممكن يكون بيقع عليه الأشياء السلبية من أفكار سلبية من قناعات سلبية وهو مش واخد باله. ومعظم من يحارب أو يتهم قانون الجذب بأنه كلام فاضي هم واقعين في جذب سيء وهم مش واخدين بالهم. نعم. أصحابه بكل حد كان شايفه إن هو فاشل، هو الوحيد اللي كان بيقول لا أنا هبقى حاجة، والناس اللي حواليه يا ابني مفيش أمل. بس دي اللي خلتنا احنا فين دلوقتي، لأن هو ما فقدش الأمل وكمل، وعشان كده احنا بقينا. لو كان فقد الأمل ما كناش عملنا حاجة. عمره ما خانك، اثبت مكانك، ده نور الشمس راجع، يا تموت وانت واقف يا تعيش وانت راكع، اثبت مكانك، ده عينك شايفة الدليل، ابعد عنهم وسيب الحيط عليهم تميل، اثبت مكانك، قلب الوطن جرح وصوت الحرية. مطلوب منك السكوت، تكون انسان بديل، مطلوب تسكت تموت او تعيش اسير، عايش في اكبر سجن بس من جوايا حر، حاضر هتعجب تكفى عني كل الشر، الولاء للماضي افكار لينا صديقه، كذب كاذب جوايا بياكد لي الحقيقه، انعكاس تاريخ الزيف في المرايه واضح، طوبى نكسر المرايه للحقيقه فاضح، مستورين من جوانا لو جسمنا اتكشف، فاللي ينطق بالحقيقه بالخيانه اتوصف، انهزامي وانهزم لكن انتصاري واتسرق، الحقيقه فبركوها بحزن على كلام اتحرق، انا اللي ماتوا من سنه واللي قاتل ما اتشنق، انا السطور على الورق، انا اللي من جوه اتحرق، انا اللي شعره شاب وموت وهو طالب، وانا اللي ثابت مهما قالوا مهما زودوا الاسى، كلامك ما بيكفي، مطلوب منك السكوت تكون انسان بديل، احساسك ما بيتوصف، مطلوب تسكت تموت او تعيش اسير، كلامك
ما بيتفهم. مطلوب منك السكوت تكون انسان بديل. احساسك ما بيتوصل. مطلوب تسكت تموت او تعيش اسير. انت بتقول كرامة وهم يردوا بمانة. انت بتقول